السلام عليكم. اليوم وأنا تنتصفح المواقع الإلكترونية، لقيت واحد المقال كاتبه الصديق الأستاذ الدكتور عبد الناصر الناجي. عبد الناصر الناجي هو خبير في الشأن التربوي، وطبعا هو عضو سابق في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومدير مركزي سابق بوزارة التربية الوطنية، وأستاذ مكون وله عدة مهام. طبعا يهتم كثيرا بالشأن كما ذكرت التربوي، وفي هذه المرحلة هذه يهتم بالمشروع ديال مدارس الرياضة. واحد المقال كتبه طبعا أثار اهتمامي بشكل كبير، لأنه ركز على الأموال التي تهدر في هذا المشروع، وتكلم على أنه كيفاش وزارة التربية الوطنية سحبات الملف ديال التقييم من يد مؤسسة وطنية دستورية إلى مؤسسة يعني مؤسسة أجنبية تم تكليفها بالعمل بالتقييم هذا مقابل أكثر من 3.7 مليار السنتيم. وكما قلت هو موضوع مهم جدا، وكما سبق وتكلمنا قلنا بأنه هذا المشروع ديال الرياضة تخصصت له 10 مليار ديال الدرهم. وهذا المشروع اللي كنا في البداية نطرح عليه عدة علامات استفهام، لأنه مشروع ما كانش واضح، لأنه نزل علينا من السماء. لم نعرف دواعي اعتماد هذا المشروع والدراسة التي اعتمدت، وما الغاية من هذا المشروع، وما هي الأهداف المسطرة لهذا المشروع. ولكن قلنا ما فيها بأس أننا ننتظر النتائج. إذن من بعد 3 أو هذا العام الرابع، من بعد المرحلة ديال التجريب وحنا في العام الرابع، بدأت تظهر بعض النتائج. وزارة التربية الوطنية من بعد ما لاحظت بأنه هذه النتائج اللي تظهر لا تسير في المنحى اللي باغياه وزارة التربية الوطنية. وهذا ما كنا نقوله وكانت تقوله مؤسسات دستورية أخرى. وهذا لا يحتاج إلى مؤسسات، فقط الفاعل التربوي الموضوعي اللي قلبوا على البلاد وعلى التعليم، اللي طبعا هذا الفاعل اللي ما تيهموش بعض التعويضات اللي غادي يجنيها من هذا المشروع، لأنه كاين فاعلين ولكن منتفعين. كاين الناس اللي واكلين مع هذا المشروع ديال الرياضة، اللي عندهم تعويضات معينة أو اللي عندهم صفقات أو اللي عندهم كذا. هاد الناس واخا هو عارف بأن المشروع ليس له مستقبل، ما غاديش يجي يقول لك الحقيقة، لأنه منتفع. وبالتالي اللي المفروض يقولوا هذا هما الناس اللي طبعا قلبهم على هذه البلاد وهمومهم تتجاوز هاد الأموال أو هاد الدريهمات اللي غادي ياخذها من هذا المشروع. لذلك كنا نقول منذ البداية لا تشبعتوا بأن المشروع ليس له مستقبل، وبأنهم ما تغركمش النتائج ديال التقييم الأولي، لأنه التقييم في البداية العدد ديالو محدود، العدد المعنيين والمعنيات محدود، عدد المؤسسات كذلك محدودة. هما الوزارة جات وركزت لهذه المؤسسات المعنية بمدارس الرياضة وكتفات الزيارة لهذه المؤسسة، ومنحات لهذه المؤسسات كل الاحتياجات ديالها. فمن الطبيعي وبالتأكيد سوف تحقق نتائج إيجابية. وأنا هذا كنا نقول راه إلا مشيتوا بهذا المنطق ديال أنه تكتفوا الزيارات وتكتفوا كذا وتمكنوا هذه المؤسسات من كل ما تحتاج إليه، بالتأكيد سوف تكون نتائج إيجابية. لا نحتاج لا للطار ولا تعليم صريح ولا لأي شيء. أي مقاربة غادي تنجح، لأنه ملي تعطي أنت مؤسسات تجيب لها جميع الإمكانيات، واللي وصلنا لواحد المرحلة من المراحل بدينا تنمشيو للمؤسسات التعليمية العادية ونحيدوا بعض التجهيزات ونجيبهم لمدارس الرياضة. وملي بدينا تنعطيو المفتش 4 المؤسسات التعليمية في إطار التجريب، وهذا المفتش حتى هو نزلنا عليه بالضغط وقلنا له خصك تزور يوميا أو شبه يومي هذه المؤسسات ودير التتبع وما إلى ذلك، بالتأكيد غادي تكون نتائج إيجابية في هذه المؤسسات. لكن ملي غادي نفكروا في التوسيع، الوزارة التربية الوطنية
توازي هذا الأمر ولم تواكبه باستثمارات حقيقية لا في الأطر التربوية ولا على مستوى التجهيزات، أنا قلنا غادي نرجعوا، ربما الوضع غادي يكون أسوأ في المستقبل. فكانت هذه النتائج اللي تنشوفوها اليوم هذا المشروع ديال المدارس الرياضة ملي بدينا في الآن في المقاربة ديال التقييم، وزارة التربية الوطنية عوض ما تلتجأ لمؤسسة رسمية دستورية اللي هي المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي عنده واحد اللجنة ديال التقييم، شنو دارت؟ مشات عاد واحد المرصد وطني للتقييم وكلفاتو بهذه المهمة. هذا المرصد شنو دار؟ مشى عقد صفقة. إذا قلت أنه كاين عندنا مؤسسة رسمية دستورية اللي عندها واحد اللجنة اللي هي المهمة ديالها، اللي هي اللجنة اللي هي سميتها الهيئة الوطنية للتقييم، اللي المفروض هي اللي تقوم بهذه العملية ديال التقييم ديال هذه النقاط ديال الممنوحة في إطار مدارس الرياضة. الوزارة شنو دارت؟ مشات سحبات هذا الملف من هذه الهيئة ومنحاتو لواحد المرصد سميتو المرصد الوطني للتنمية البشرية. وهذا المرصد بحكم انه ما عندوش الامكانيات وما عندوش القدرات وبحكم انهم باغيين نتائج على المقاس، مشاو جابوا واحد المؤسسه اجنبيه وكلفوها بالمهمه ديال التقييم. هذه المؤسسه اللي يعني منحت لها واحد الميزانيه ديال 3.7 مليار سنتيم باش تقوم فقط بالمهمه ديال التقييم. طبعا الوزاره عندها عده اسباب باش انها تسحب هذا الملف من الهيئة الوطنية للتقييم وتعطي لهذه المؤسسة الأجنبية. أولا لأن هذه الهيئة الوطنية للتقييم من بعد ما سبق وقالت بأنه هذه النتائج هي النتائج اللي تكلمت عليها الوزارة في البداية، نتائج لا تعكس الواقع وتعكس الحقيقة، وهي طبعا تابعة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي سبق وصدر قرار منتقدا وقرارا أو تقريرا لاذعا لمدارس الرياضة وقال في الخلاصة بأن ليس لها مستقبل. شنو دارت الوزاره؟ سحبات الملف كرد، شافت بان هذا المجلس الاعلى للتربيه والتعليم سوف لن يتماهى مع ما تريده وزاره التربيه الوطنيه ومع ما يريده السيد براده، فسحبت الملف وتوجهت الى مؤسسه اجنبيه وبغات تقول لنا هادشي اللي تيروجوه اعلاميا بانه حنا هذا التقييم راه دارته مؤسسه اجنبيه، وهذا غير صحيح. اي مؤسسه اجنبيه ولكن ليس بالمفهوم انه تيبغيو يعطيو واحد المصداقيه لهذه المؤسسه، لا، ممكن مادام تفتح له واحد الباب للصفقات ممكن تجيك 1000 مؤسسه اجنبيه وتعطيك الارقام اللي بغيتي، وهذا ما وقع. جاب مؤسسه اجنبيه وبدات تعطي الارقام اللي بغات وزاره التربيه الوطنيه. اليوم ملي مشيو التلاميذ ديالنا يشاركوا في التقييمات الدوليه، بيزا، بيرس، حتى التقييمات الوطنيه تيمز، حتى التقييمات الوطنيه بنيه وغيرها من التقييمات، تجي النتائج مختلفه تماما على النتائج اللي تتعطى لنا من طرف هذه المؤسسه الاجنبيه. وبالتالي هذا تيبين بان تلك المؤسسه تتعطينا نتائج على المقاس، نتائج تحت الطلب، باش ندوخوا المغاربه ونقولوا ها مدارس الرياضه ها النتائج. والذي يؤكد كلامي هو أن مؤخرا في السلا إلى تبعتو صدر واحد البلاغ أو كان واحد المذكرة داخلية وتنشرات مؤسسة تعليمية معينة، المدير المؤسسة يطلب من الأساتذة رفع العتبة ديال الكفايات، رفع النسبة، يعني تيقول بأنه النسبة الوطنية كذا والنسبة الجهوية كذا، حنا كذلك خصنا نرفعوا النسبة باش نكونوا في نفس الإطار مع الموجود أو المحقق وطنيا وجهويا. هذا تيبين بأن المدارس ديال الرياضة اليوم تبتت أو وصلت للنهاية ديالها والحد ديالها، وبأن النتائج اللي ممكن تعطيها هي أن نتائج للأسف نتائج عكسية. وأنا أقول بأنه المدارس ديال الرياضة غادا تكون عندها واحد الوقع كارثي في المستقبل على المدرسة المغربية. اليوم تنقولوا 3.7 المليار ديال الدرهم، 3.7 المليار ديال السنتيم اللي صداتها الوزاره ديال التربيه الوطنيه لهذه المؤسسه الاجنبيه. علاش؟ باش نحققوا في هذوك النقاط اللي تيعطيو الاساتذه للتلاميذ، باش نجمعوا يعني بيانات ونقولوا واش هاد النقاط
طبعا اللي تعطيو الاساتذه للتلاميذ واش مطابقه، يعني النقاط اللي تيدير هاد المؤسسه الاجنبيه. يعني الخلاصه يعني 3.7 المليار اللي تخصات باش نشريو تقارير واحصاءات وارقام موضوعه في ورق وزواق منمق ونسوقوه في ندوات اعلاميه، ويجي مره عندنا وزير التربيه الوطني وقلنا ودي عندي ارقام وعندي معطيات واشاده من مؤسسات اجنبيه وما الى ذلك. والواقع شيء اخر كما ذكرت بدليل الاختبارات يعني الدوليه اللي كيشاركوا فيها التلاميذ ابناء وبنات الشعب المغربي، واللي مؤخرا اعطت نتائج كارثيه. اخر تقييمات شاركوا فيها وليدات المغاربه رجعنا فقدنا نقط ورجعنا 25 سنه للوراء، لانه تم اعتماد او تم اتخاذ مجموعه من القرارات داخل المنظومه التعليميه، قرارات غير مدروسه وغير محسوبه، وتم التطبيقات دون اشراك الفاعلين الحقيقيين، فاعطت نتائج كارثيه. منها هو تدريس المواد العلميه باللغه الفرنسيه. هذه كارثه لانه ما تمش التهيئ لهذا الامر ولهذا المشروع، فعوض الاساتذه المواد العلميه يمشيو يقروا فعلا المواد العلميه، ولاو للاسف تيمشيو تيديروا مجهود كبير فقط باش هذوك التلاميذات يفهموا شنو غادي يقول هذاك الاستاذ باللغه الفرنسيه. للاسف الشديد حنا عندنا مؤسسات وطنيه اللي راك مات واحد التجربه واحد الخبره، واللي طبعا ما غاديش نقول الكل يعني الاجماع ما كايناش، ولكن كاين واحد النسبه مرتفعه اللي تتقول بان هذه المؤسسه هي عندها واحد المصداقيه. منها طبعا المجلس الاعلى للتربيه والتعليم طبعا بعيوبه واخطائه، ولكن فيه خبراء، فيه موظفين اللي عندهم واحد اللي دائما اللي تيقرا التقارير ديالو التقارير في المستوى. وهذه الهيئه الوطنيه هي لجنه تابعه لهذا المجلس اللي كما ذكرت تشهد له بهذه الارقام التي تصدرها هذه اللجنه بالمصداقيه، وبدليل انه مؤخرا راه قالت مدارس الرياضه ليس لها مستقبل ووقفت في وجه الحكومه. وبالتالي هذا المجلس تقارير هذا المجلس وهذه المؤسسات هي لا تجامل احد بما في ذلك الفاعلين السياسيين. ولكن للاسف الشديد ملي خرجت التقارير الحكومه المغربيه في هذا المشروع ديال الرياضه كان لها راي اخر، يعني بغات تهمش هذا المجلس. وزاره التربيه الوطنيه بغات تهمشوا، بغات انه تحيدوا من ما يقع داخل قطاع التربيه الوطني، يعني بغات تقصيه نهائيا. علاش؟ لانه لا يتماشى ولا يتماهى مع ما تريده وزاره التربيه الوطنيه في هذا الشيء ديال مشروع مدارس الرياضه. اليوم للاسف الشديد ولات وزاره التربيه الوطنيه تقول لنا بطريقه او باخرى اللي ما غاديش يقول داكشي اللي تنقول انا فغادي يتم اقصاؤه يتم تهميشه وربما يحارب. وهذا الشيء اللي شفنا اليوم تنجيبوا 3.7 المليار ديال السنتيم اللي انا تنعتبرها هدر يضاف للهدر اللي سبق له الدار داخل قطاع التربيه الوطنيه، للملايير ديال الدراهم اللي تهدرات قبلا دون ان يتبع ذلك اي محاسبه. اليوم هي 3.4 ديال المليار تعطى المؤسسه اجنبيه دون ان يكون لها اي اثر، في حين اللي ممكن يقوموا بهذا الشيء هم فاعلين داخل المنظومه التعليم طبعا تحت المسؤوليه ديال الهيئه الوطنيه للتقييم. هذا المرصد اللي تعطاته 3.7 تصوروا 1.6 مليار سنتيم فقط باش يجمع لنا المعطيات البيانيه ويدير لنا القياس المطابقه باش نعطيو المنح او ديال الشراط ديال الرياضه. باش يعطيو الشراط الرياضه للمؤسسات يعني خصنا 1.6 مليار ديال السنتيم. واش حنا يعني محتاجين لهاد العمليه هذه باش نعطيو الشراط ديال ما المغزى من هاد الشراط ديال الرياضه؟ وضعوا مجموعه من المعايير وكذا اللي هي جزء منها داخل فيها الاستاذ والمدير المفتي، جزء اخر ما عندوش علاقه بمسؤوليه وزاره التربيه الوطنيه متورطه في الامر، ونجيو نقولوا 1.6 مليار سنتيم فقط باش يجيبوا واحد الناس يديروا لنا واحد التقييم
ويجيبوا واحد 300 مستجوب ويقولوا لنا واش نعطيو لهاد المؤسسات شرط الرياده او ما نعطيوهاش. وهاد الناس كما ذكرت هما خارجين المنظومه التعليميه، واللي ماشي للاسف، لان هذا هو الواقع. الناس بعاد كل لابد على واقع المدرسه المغربيه العموميه. هنا كما ذكرت اللي المفروض يقوم بهذا الشيء هو الاستاذ، هو المدير، هو المفتش، هو الناس الفاعلين الحقيقيين. يعني هاد الناس كلهم تم تهميشهم وجبنا ناس من برا باش يقوموا لنا بهاد المهمه. انا تنقول هاد المليار ونص وشي شويه، يعني 1.6 مليار سنتيم، كان بامكان تمشي الترميم ديال المدارس المتهالكه، نخصوها للمؤسسات او تزويد مؤسسات الوسائل الديداكتيكيه، ندعموا الداخليات، ندعموا النقل المدرسي، نشوفوا المطاعم بالمؤسسات التعليميه، نشوفوا واقع ومشاكل والمشاكل الكثيره اللي يعاني منها التعليم في العالم القروي، نشوفوا ما يقع الان في المناطق اللي عرفها فيضانات. هذا هو فين ممكن نصرفوا هاد الاموال، ماشي نمشيو حنا 1.6 مليار سنتيم نعطيوها المؤسسه اجنبيه باش تجي تقول لنا واش تجي دير المطابقه ديال النقاط اللي يعطيها الاستاذ مع النقاط اللي غادا تحصل ليها هي. هذا امر، او مع المستوى الحقيقي ديال المتعلمين. و2.2 مليار سنتيم فين مشات تتمشي يعني في اطار صفقه ثانيه للتحقق من التقييمات ومن تصحيح الاختبارات. يعني جابوا واحد 200 مصحح من عندهم وبداو يصحوا هذوك الاختبارات اللي عطاو الاساتذه. هنا حتى الاستاذ تيبان لي تضرب القيمه ديالو والمصداقيه ديالو، ماشي يولي يعني دير واحد العمل وانا غادي نراقبك وانا غادي كذا. يعني هنا تيبان انه كاين عدم الثقه في الاستاذ، وعدم الثقه في المدير، وعدم الثقه في المفتش، وعدم الثقه في المتدخلين. انا تنقول لك نتوما ما تثيقوش في هاد الناس باش يعطيو واحد تقييم معين لواحد المتعلم. ما تثيقوش فيهم، علاش تعطيهم الوليدات المغاربه يقريوها؟ الثقه خصها تكون ثقه كامله، وعدم الثقه نفس الامر ممكن، يعني عدم الثقه كامل، اما تثيقوا في هاد الناس اما ما تثيقوش. الا كنتم ما تثيقوش هذا امر مؤسف، وبالتالي المفروض ما تعطيهمش ولاد المغاربه، ما تعطيهمش اقسام يقري وليدات المغاربه. ثم هاد الفلوس اللي تصرفات الان راه شفنا النتيجه مؤخرا عندما تم تسريب النتائج ديال الابتدائي ديال الرياضه. هذه مهزله في الابتدائي وبدينا تنتكلموا على التسريب، فما بالك مع توصل هذه مدارس الرياضه الاعدادي والثانوي؟ كيفاش غادي تتعاملوا انذاك؟ يعني غادي تكون فضائح، غادي تكون مهازل، غادي تكون مصائب. واش غنبقاو حنا كل مره تسرب امتحان نوقفوا؟ اذا رغم ان هذه الاموال التي تصرف تيبان بانه يعني هاد الناس اللي تيدبروا هذا القطاع هذا وهذا المشروع هذا ناس كما تنقول دائما انهم ما غاديش نقول ما عندهمش كفاءه، ممكن تكون عندهم كفاءه في المجالات ديالهم، ولكن التعليم خاصو الناس ديالو، الناس اللي تيفهموا، الناس اللي عاشوا فيه، الناس اللي تيعرفوا فعلا المدرسه المغربيه العموميه. شوفوا كل التجارب الدوليه، كل التجارب الدوليه، شكون اللي تيدير التقييم؟ سيروا الترتيب ديال الدول المرتبه في مراتب الاولى على مستوى الجوده ديال التعليم، وشوفوا الان تما شكون اللي تيدير التقييم. غتلقاو التقييم تيديروا الاساتذه، تيديروه الفاعلين الداخليين، الاساتذه الى جانب الفاعل الاخرين التربويين والبيداغوجيين، المفتشين او المؤطرين. ما غاديش تلقاو مؤسسات اجنبيه. هل في نظركم ان ما عرفتش انا مثلا دوله غير الدول القريبه منا، بلا ما نمشيو حنا ابعد الدول المتقدمه تعليميا، نمشيو غير الدول اللي قريبه مثلا اللي تنجيو منها كلشي، نمشيو غير لفرنسا مثلا او امريكا او كذا. هل تعتقد بان فرنسا غتجيب مؤسسه اجنبيه تمشي مثلا عند اسبانيا او عند كندا تقول لهم اجيو ديروا لي التقييم ديال التعليم ديالي؟ يستحيل ذلك. ولكن احنا في المغرب للاسف الشديد تنقبلوا داكشي، ماشي تنقبلوا لان لا، تنقبلوا لان هناك صفقات، هناك اموال تهدر دون حسيب اوراقي. وراه شفنا ماذا وقع، شفنا مجموعه من الفضائح اللي خرجت بانه مجموعه من الصفقات كانت داخل بين وزراء، طبعا للاسف الشيء اللي هي كانت بعيده على هذا الشيء ديال التعليم. للاسف احنا في المغرب عندنا
عندنا اطر، عندنا كفاءات مشهود لها دوليا، بدليل شوفوا يعني الاطر المغربيه فاش تمشي تدوز هاد المباريات وفين تلقاوها في كل الاماكن. سيروا للدول العربيه المتقدمه تعليميا غتلقاو اللي تيدرس من التعليم الابتدائي حتى للتعليم العالي حتى للمعاهد البحث، غتلقاو اللي حاضر فيها بقوه هم مغاربه. سيروا لاوروبا، وتنقول ماشي فقط الهيئه ديال التدريس، الهيئه ديال التفتيش وغيرها تلقاهم حاضرين بقوه. هاد الناس هاد الكفاءه المغربيه معتبره ومقدره داخل دول اخرى، بالمقابل محقوره ومهمشه داخل بلادها. وما شفنا اليوم هو خير دليل. المغرب عنده هيئه ديال التفتيش، هيئه ديال التدريس من احسن الهيئات، وعوض ما تعطى الامكانيات ونثيقوا فيها وندعموها، للاسف تجي هذه الحكومه هذه وتتبخص العمل ديالها وتتنال منها يعني بهذه القرارات هذه. وللاسف الشديد يتم كما ذكرت تكليف مؤسسات اجنبيه تقيمها، وبصح هذه المؤسسات غير فعلا مؤسسات يشهد لها بالكفاءه، او ان عندها واحد مؤسسه اجنبيه ما يهمها هي هذيك 3.4 مليار ديال السنتيم. هذا امر مؤسف الصراحه، امر مؤسف ومحزن. اذا كما قلت انه هذه الاموال كان بالامكان انها تمشي ببلاصتها الحقيقيه اللي هي تستثمر داخل قطاع التربيه الوطنيه. للاسف هي تمشي لمؤسسات اجنبيه اللي غادي يقوموا بهذا العمل. انا متاكد سوف لن يكون له اي اثر، هدر للمال العام. وانا تنقول ان هذا المشروع ديال الرياده هو كله هدر للمال العام. 10 مليار ديال الدرهم كلها تمشي في الهدر ديال المال العام. واليوم حنا بدينا تبان النتائج العكسيه، بدات تظهر. خير دليل هو التسريب ديال الامتحان، وهلم جرى من وغير معقول انك تجيب مؤسسه اجنبيه دير لك التقييم، بالمقابل انت عندك خيرات الاطر اللي ممكن يقوموا بهذا العمل هذا، وعندك مؤسسات وطنيه. هل تعتقدون بان المجلس الاعلى للتربيه والتعليم والبحث العلمي غادي يكون عنده حسابات مع هذه الحكومه باش انه يصفي معها شي حساب معين، او عنده معها حسابات سياسيه؟ لا، مؤسسه عندها واحد التجربه، راكمات واحد التجربه، واحد الخبره، وطبعا مؤسسه رسميه الرئيس ديالها يعين من طرف ملك البلاد. لا اعتقد بان هذه المؤسسه غادي تكون واحد لقمه صائغه لحكومه او لاي شيء. وبالتالي اذا كان فعلا التعليم، خلوا المؤسسه تشتغل، ووزاره التربيه الوطنيه ومعها الحكومه تقوم بعملها. وما يمكنش حنا نمشيو نضيقوا عليها ونسحبوا منها ملف فقط لانها لم تقل كلام يعني ما عجبناش. واليوم هي هذه الحكومه غادي تمشي بحالها، وغادي يخليونا مع هذا المشروع ديال المدارس الرياده، وغادي يبقى الكلام اللي قالته لانه هو الواقع لا يرتفع. ما قاله المجلس الاعلى للتعليم وما تقول الهيئه الوطنيه للتعليم هو ما يقوله كل نساء ورجال التعليم، باستثناء بعض المنتفعين اللي تكلمت عليهم قبيله، بعض الناس اللي تياخذوا بعض الفوتات، دعم هنا او تعويض هنا او كذا. الناس اللي طبيعي ما غاديش يقولوا لكم الواقع، ولكن الناس اللي فعلا طبعا قلبهم لهذه البلاد ويضعون مصلحة البلاد فوق كل اعتبار يقولون بأن هذا المشروع ليس له أي مستقبل. واليوم ها هو الهدر ديال المال العام، ها ما نعيشه اليوم في هذا الموضوع ديال التقييم خير دليل. شكرا.